فيلمنا أحداثه بتبتدي مع الزوجين سايمون وروبن وهما بينقلوا إقامتهم لبيت جديد، وسايمون بيسأل مراته عن رأيها في بيتهم الجديد اللي بتكون روبن مبسوطة بيه جدا، وبيبان عليهم إنهم زوجين في منتهى السعادة. وبعدها سايمون بياخد مراته روبن للسوبر ماركت علشان يشتروا كل الحاجات اللي ناقصاهم للبيت الجديد، وسايمون وهو عند الكاشير بيقابله شخص غريب وبيسلم عليه، وبيبان على سايمون إنه ما يعرفوش، وبيكون الشخص الغريب ده بيشبه على سايمون وكأنه يعرفه، بس سايمون بيكون مش متذكره، بس الشخص الغريب ده بيعرفه بنفسه وبيقول له إن اسمه جوردن وكان زميله ايام الدراسه. وساعتها سايمون هيفتكر جوردن ويعرفه على مراته، وبيقول لها ان هم كانوا زملاء ايام الدراسه، وبترحب بيه روبن جدا وبتقول له ان هم لسه جايين من ولايه شيكاغو ولسه واخدين بيت جديد. وسايمون بياخد رقم جوردن وبيوعدوا ان هم يتقابلوا تاني. وفي يوم من الايام روبن هتلاقي قدام بيتها ازازه من النبيذ وعليها رساله من جوردن، وهو بيرحب بيهم وبيبارك لهم على بيتهم الجديد، وبيستغربوا هو ازاي عرف عنوانهم. بس روبن بتقول لسايمون ان هم لازم يشكروه على الموقف ده وانه قدم لهم هديه. وروبن بعدها هتزور جارتها وبتشوف بنتها، وبيكون حلمها انها تنجب طفل لجوزها، وبتقول لجارتها انهم حاولوا بس حصل ليها عمليه اجهاض قبل ما ينتقلوا لبيتهم الجديد، وان الموضوع ده اثر عليها نفسيا. وفي يوم روبن هتكون في بيتها وبتلاقي جوردن قدام باب البيت وبيسالها عن سايمون، بس روبن بتبلغه انه مش موجود في البيت وانه في الشغل، وبتشكره على الهديه اللي قدمها بمناسبه البيت الجديد. وبيكون جوردن لطيف جدا في التعامل مع روبن، وبيعرض عليها ارقام وعناوين عمال الصيانه اللي في المدينه علشان لو احتاجت شخص للصيانه. وروبن لما هتحس من كلامه انه شخص خدوم بتقرر انها تدخله البيت وتقدم له مشروب لغايه ما جوزها سايمون يرجع من شغله، وبتفرجوا على البيت الجديد. وبيلفت انتباه جوردن اوضه فيها لعب اطفال، وبيسالها جوردن اذا كان عندها اطفال ولا لا، وتبلغه روبن انها لسه ما خلفتش لغايه دلوقتي. ولما بيوصل سايمون بتدور بينهم محادثه على العشاء، وبيمدح جوردن سايمون وانه كان متاكد انه هيكون ليه شأن عظيم في المستقبل، وانه سعيد انه شاف زميل طفولته بالنجاح اللي هو فيه دلوقتي. وسايمون بيعرف جوردن انه بيشتغل في نظم المعلومات وانه عمل تقني صعب، وبيكمل جوردن كلامه عن سايمون وانه ازاي كان شخصيه قياديه ايام الدراسه وانه كان زعيم المدرسه. ولما بيسالوا سايمون عن احواله بعد الدراسه بيبلغوا جوردن انه التحق بالجيش، وبيكتفي بس انه بيتكلم عن نفسه وان حياته كان فيها احداث كتير منها الكويس ومنها الوحش، بس هو مؤمن ان الاحداث السيئه اللي حصلت له في حياته شكلت شخصيته وانها بمثابه هديه لتغيير حياته. وبعدها بيتكلم سايمون عن جوردن مع مراته وبيسالها اذا كانت شايفاه رجل طبيعي لانه يبان عليه انه غريب الاطوار، بس بتفسر روبن ان اللي حصل ان جوردن شخص منطوي وانها ممكن تتفهم ده، بس سايمون مش بيكون مرتاح لوجوده. بس روبن مش عايزه تبالغ في الموضوع وتوضح له انه كان مجرد عشاء واحد وانتهى، وان مفيش حاجه تجبرهم ان الموضوع يتكرر تاني. وفي ليله من الليالي وسايمون وروبن راجعين لبيتهم بيلاقوا هديه جديده من جوردن ورساله مكتوب فيها ان هو بيشكرهم على العشاء اللي قدموه له، والهديه بتكون عباره عن اكل السمك. وجوردن بيكون اشترى سمك للحوض الفاضي في جنينه بيت سايمون، وسايمون بيشوف ان اللي حصل ده امر مزعج لانه اقتحم بيته بدون استئذان، على عكس راي روبن اللي بتكون شايفه ان هم لازم يشكروه على هديته وان نيته ما كانتش انه يزعجهم. بس سايمون بيبلغ روبن ان هم كانوا مسميين جوردن ايام المدرسه بانه شخص غريب الاطوار وبيكتب اسمه على سبوره الثلاجه، وروبن بتكون شايفه ان ده نوع من انواع التنمر. بس سايمون بيقول لها ان سبب الاسم اللي اطلق عليه بسبب تصرفاته الغريبه وان الاسم مش جاي من فراغ. وتاني يوم بتتفاجئ روبن بوجود جوردن عند باب البيت تاني، وبيتحجج لها جوردن انه كان متواجد بالصدفه جنب البيت وبيسال عن سايمون، وروبن بتبلغه انه في شغله، وبتشكر روبن على السمك اللي جابه وانه كان لفته جميله منه، وبتعزمه انه يدخل البيت ويتكلموا. بس بعد شويه روبن بتعتذر له بلطف انها مشغوله علشان شغلها، وبيتاسف لها جوردن انه عطلها. بس قبل ما يمشي بيساعد روبن في تنظيف المكان، وبيدخل المطبخ وبيشوف الاسم اللي كانوا مطلعينه عليه ايام الدراسه واللي كان كاتبه سايمون على سبوره الثلاجه. ولما بتشوف روبن الاسم بتعرف انه اكيد اتضايق. وبعدها سايمون ومراته بيكونوا قاعدين مع اصحابهم وبيتكلموا عن جوردن باستهزاء، واصحابهم بيقولوا لهم انه على الاقل لما بيتطفل عليهم بيقدم لهم الهدايا وبيساعدهم في تنظيف البيت. بس روبن بيبان عليها انها متعاطفه مع جوردن، وبالعكس بتوصف انه شخص لطيف وكريم جدا. وواحده من صحابهم بتسال سايمون عن تصرفات جوردن لما شاف اسمه ايام الطفوله مكتوب على السبوره، بيقول لها انه كان المفروض يحس بالاهانه بعدها، بس هو عمل العكس تماما لانه دعاهم لبيته على العشاء، ويفضلوا يستهزئوا بيه وانهم مستغربين ان ازاي بعد الاهانه قدر انه يوجه لهم دعوه. وسايمون بيتهكم على مراته انها السبب علشان بتتعامل معاه بلطف، وانها هي اللي بتسمح له بدخول البيت، واصحابهم بينصحوهم انهم يتكلموا معاه علشان الموضوع يتقفل وينتهي لحد كده. وبعدين سايمون وروبن بيروحوا بيت جوردن علشان العشاء اللي كان دعاهم عليه، وبينبهروا ان جوردن عايش في بيت كبير وفخم جدا، وبيرحب بيهم جوردن وبيقدم لهم النبيذ.
وسايمون بيسأل جوردن عن مراته اذا كان متجوز، بس جوردن بيحاول يتهرب من الاجابه، بس بيقول لهم انه حاليا مش مرتبط. وجوردن بيجيله تليفون وبيعتذر لسيمون ومراته انه مضطر يسيبهم 5 دقايق لامر مهم في الشغل، وبيسيبهم في البيت وبيخرج، وبيكونوا مستغربين جدا انه ازاي يسيبهم في البيت لوحدهم ويمشي. وسايمون بيكون شايف ان تصرفات جوردن مش طبيعيه، وانه ازاي ما عندوش زوجه لغايه دلوقتي، وان ده مش طبيعي، وممكن يكون بيعمل كل التصرفات دي علشان متوهم ان ممكن يعمل علاقه مع مراته. وروبن مش بتكون مصدقه انه ممكن جوردن يكون بيفكر بالشكل ده، وانها شايفه ان سيمون بيبالغ في ردود افعاله عليه. وبيقرر سيمون وروبن انهم ياخدوا جوله جوه البيت لغايه ما يحسوا ان جوردن رجع تاني، فبيرجعوا يقعدوا في اماكنهم كانهم ما اتحركوش. وسيمون بعد ما هيرجع جوردن هيساله ايه نوع الشغل اللي بيشتغله واللي يخليه عايش في بيت زي ده، وايه السبب اللي يخليه يمشي ويسيب ضيوفه في البيت لوحدهم. وجوردن هيجاوبه انه كان بيكذب عليه، وان المكالمه اللي جات له دي كانت من مراته مش من الشغل، وانه خرج علشان يكلمها. وبيعتذر انه ما قالش الحقيقه في الاول لان الموضوع بيضايقه، لان مراته انفصلت عنه من ايام قليله جدا، وان البيت ده هي اللي بتملكه، وانها ممكن تمشيه في اي لحظه، وانه خرج يكلمها من بره علشان ما كانش هيقدر يكلمها قدام ضيوفه لانه بيشعر بالاحراج. وسيمون بيطلب من مراته انها تسيبه مع جوردن لوحدهم علشان عايز يتكلم معاه على انفراد. وسيمون بيطلب من جوردن انه يقطع علاقته بيهم، وانه ما يفكرش يجي البيت عندهم من جديد. وروبن بتكلم جوزها سيمون في التليفون وبتبلغه انها لما رجعت لقيت السمك اللي كان في الحوض كله ميت، وان كلبها اختفى هو كمان، وانها دورت عليه في كل مكان بس مش موجود. وساعتها سيمون هيتاكد ان جوردن هو اللي عمل كده بسبب اللي قاله له في بيته. وبيقرر سيمون انه يروح له البيت، ولما بيخبط على الباب بيتفاجئ بوجود ست بيفتكرها زوجة جوردن السابقه، وبتقول له ان اكيد غلطان لان ما عندهمش حد بالاسم ده. ولما البوليس بيوصل عشان يحقق في اللي حصل بيكتشفوا ان جوردن كان معاه مفاتيح البيت لانه كان بيشتغل سواق عند اصحاب البيت ده، واكيد استغل عدم وجودهم فيه واستقبلهم. والظابط بيبلغهم ان اصحاب البيت ما اتهموش جوردن باي حاجه، وانه اكيد ما فيش سبب للقبض عليه. واللي حصل ده هيخلي روبن عايشه في قلق طول الوقت لغايه ما بتتفاجئ برجوع الكلب بتاعها قدام باب البيت، وبيكونوا مستغربين رجوع الكلب. بس سيمون بيفسر اللي حصل ان جوردن هو السبب في كل ده، وانه هو اللي بيعمل كده علشان يضايقهم. ولما بتستلم روبن البريد بتلاقي ظرف احمر بيلفت نظرها، وبيكون عباره عن رساله من جوردن بيقدم فيها اعتذاره، وبيأكد لهم في الرساله انه هيبطل يعمل لهم ازعاج، وانه بيتمنى ان هم يفتحوا صفحه جديده معاه، وانه هيحترم رغبتهم في انه يبعد عنهم، وان دي اخر رساله هيبعتها لهم. وانه بيعتذر لانه زيف عليهم حقيقه بيته لانه كان عايز يظهر قدامهم انه ناجح زيهم. وبعد ما هيقرا سيمون الرساله هتقول له روبن انه يقرا الملاحظه اللي في ظهر الجواب، وبيكون قايل فيها جوردن انه مستعد يطوي صفحات الماضي. وبتساله روبن عن قصده وانه اكيد يقصد حاجه، بس سيمون مش بيكون عارف قصده، وبيقول لها انها ما تنساش ان جوردن غير مستقر نفسيا، وانهم لازم ينسوا امره، وان حياتهم لازم تستمر بعد كده بشكل طبيعي. بس الرساله اللي بعتها جوردن هتزود المخاوف عند روبن اكتر، وهتبقى طول الوقت قلقانه وحاسه ان جوردن ممكن يقتحم عليها البيت في اي لحظه، ومن كتر شكها وخوفها هيغمى عليها. ولما هتفوق بتتكلم مع سيمون، واللي بيبلغها انه اترقى في شغله على حساب زميله كيفن، وانهم اختاروا انه هو اللي يمثل الشركه. بس روبن بتكون متغيره، وبيلاحظ عليها سيمون التغيير ده، وبيسالها عن اسبابه. وبتطلب روبن من جوزها انه يتصل بجوردن ويصالحه زي ما اتصالح معاهم، لانها مش مرتاحه وخايفه طول الوقت، وخصوصا لما بتكون لوحدها. وبتقول له انها اغمى عليها بسبب خوفها ده. وبيقول لها سيمون ان الموضوع انتهى، وانه ملوش داعي انه يتفتح تاني، بس بتفكره بالكلمه اللي قالها جوردن في جوابه انه مستعد يطوي صفحات الماضي اللي اكيد وراها حاجه. بس سيمون بيفضل مصر على رايه انهم لازم ينسوا الموضوع. وفي يوم من الايام روبن هتبلغ جوزها سيمون انها حامل، وبيفرح جدا لانه كان نفسه في مولود من زمان. وبتبدا تجهز روبن حاجات الحمل والولاده، وجارتها بتساعدها، بس هتبلغها ان في شخص بيراقبها. ولما هتشوفه روبن هتعرف انه جوردن وهيهرب منها، واهل سيمون هيزوروه في البيت علشان يطمنوا على روبن. وهتستغل روبن فرصه وجود اخت سيمون وتسالها اذا كانت تعرف حد اسمه جوردن، وانه كان زميل سيمون في المدرسه. وبتقول لها اخت سيمون ان جوردن ده اتطرد من المدرسه بسبب ان اداره المدرسه اكتشفت انه بيتحرش بولد تاني، وان الموضوع كبر جدا، وانه كان بيتعرض كتير للتنمر. وبتقول لها ان سيمون وصاحبه جريج هما اللي اكتشفوا الواقعه دي. واخت سيمون بتبلغها انها كانت صغيره وقتها، وانها ممكن تعرف تفاصيل اكتر من جوزها. وبعد كلام اخت سيمون هتبدا روبن تدور ورا الموضوع، وبتفتش في اوراق جوزها، وبتكتشف ان جوزها شايل ملف لجوردن في بيته وفيه معلومات عنه.
وروبن بتتكلم مع جارتها عن الموضوع ومستغربه ان جوزها مخبي عليها حاجه زي كده ومخبي عليها حكايته مع جوردن وانها حاسه بالتهديد بسبب الموضوع ده، وبتنصحها جارتها انها تفتش عن الموضوع اكتر علشان تعرف الحقيقه اللي مخبيها جوزها عليها. وبتقرر روبن فعلا انها تزور صاحب جوزها القديم جريج علشان تعرف السر اللي مخبيه عنها، وفعلا بتزوره في عيادته وبتقدم نفسها كمريضه. بس لما بتدخل اوضته بتصارحه انها مرات سيمون وانها جايه علشان تتكلم معاه عن موضوع صاحبهم القديم جوردن. وروبن بتوري جريج الجواب اللي كاتبه جوردن ليهم واللي كان مكتوب في اخره انه مستعد يطوي صفحات الماضي، وبتساله عن قصده ويبلغه ان اخت سيمون بتقول لها ان جوزها وهو كانوا شاهدين على واقعة فصله من المدرسه، وبتساله ليه هو عايز يأذي سيمون، وبيعتذر لها جريج وبيقول لها انها لازم تعرف الحقيقه من جوزها. وروبن بتقول له انها حاولت تعمل كده بس سيمون رافض يقول لها الحقيقه، وانها بالشكل ده عايشه في خوف من انتقام جوردن لسبب هي مش عارفاه. وجريج هيقول لها الحقيقه وبيقول لها ان هم اخترعوا القصه دي عليه وانه شاذ جنسيا، وان هم عملوا كده علشان كانوا شايفينه ضعيف وسطهم، وده كان نوع من انواع التنمر اللي كان بيقابله جوردن على طول من صحابه في المدرسه، وان فعلا حياه جوردن اتدمرت بعد الموقف ده. بس بيبرر جريج انهم كانوا اطفال ساعتها وما كانوش فاهمين هما بيعملوا ايه. وروبن بتواجه جوزها بالحقائق اللي عرفتها وبتلومه على افعاله، وبيتخانق معاها سيمون وبيقول لها انه عمل كده فعلا وانها جايه تحاسبه على تصرفاته بعد السنين دي كلها، وان التصرف اللي عمله ده كان ساعتها هو طفل، وان الامر كده انتهى لما عرفت الحقيقه. وبيقول لها ان المشكله ان جوردن ما عرفش يتخطى مشاكله وقف عندها، وان مش ذنبه ان خطأ عمله وهو صغير يفضل شايل ذنبه طول عمره. وروبن بتقول له ان كان ممكن يعتذر لجوردن، وبيرفض سيمون انه يعتذر، وبيهين روبن في كلامه لدرجه انها بتضربه بالقلم على وشه وبتتهمه انه شخص متنمر. بس بعد الموقف ده سيمون هيحس انه لازم يصالح جوردن، ولما بيعتذر سيمون لجوردن بيرفض اعتذاره وبيقول له جوردن ان الاوان فات خلاص على الاعتذار، وساعتها سيمون هيضربه وهيهدده انه يبعد عنه وعن حياته. وسيمون بيبلغ مراته ان قابل جوردن واعتذر له بس رفض اعتذاره، وانه بكده عمل اللي عليه علشان يحل المشكله اللي ما بينهم، وبيطلب من مراته انها تنسى الموضوع ده وما تفتحوش معاه تاني. وفي ليله من الليالي واصحاب سيمون متجمعين في بيته هيحسوا ان في حركه غريبه بتحصل وان في شخص هيكسر عليهم ازاز البيت، وسيمون هيفتكر ان جوردن هو اللي بيعمل كده. وبس لما بيطلعوا بره علشان يمسكوه بيلاقوه زميل سيمون في الشغل واللي اتطرد بسببه لانه اخد مكانه وترقى على حسابه. وساعتها روبن هيجي لها لحظه الولاده، وسيمون هيجي له مكالمه في المستشفى من الشغل، ويبلغوا زميله في الشغل ان الحيله اللي عملها علشان ياخد مكان زميله في الشغل انكشفت، ويبلغوا انه تم طرده من الشغل. وساعتها سيمون هيروح يطمن على مراته، ويبلغوا روبن انها مش عايزه ترجع البيت معاه وانها عايزه تنفصل عنه بعد ما عرفت حقيقته. ولما بيروح سيمون بيته بيلاقي هديه جديده من جوردن قدام باب بيته، وفي نفس الوقت ده جوردن كان بيزور روبن في المستشفى علشان يهنيها على مولودها الجديد. وبيلاقي سيمون جوه الهديه مفتاح وسي دي بيكون عليه تسجيل لصوت سيمون ومراته لما زاروا جوردن في بيته، وهيكون سيمون بيتكلم عليه وحش جدا. وبيشوف سيمون فيديو متسجل من جوه بيته لمراته وهي مغمى عليها، وبيظهر جوردن وهو مخبي وشه وبيشوف هو بيحط السائل المنوي في جسم روبن وهي مغمى عليها، وبيفتكر ان الابن اللي ولدته مراته مش ابنه وانه في الحقيقه ابن جوردن. وبيطلع سيمون على المستشفى باقصى سرعه، ولما بيروح المستشفى مش بيلاقي روبن في اوضتها وبيفضل يدور عليها. وساعتها هيلمح جوردن وهو واقف في المستشفى وهيطلع يجري وراه لغايه لما هيطلع بره المستشفى، وجوردن هيكلمه في التليفون وسيمون مش شايفه، وبيساله اذا كان يصارح مراته بحقيقه الطفل ولا هو اللي يصارحها، وبيترجى سيمون انه ما يعملش كده. وجوردن هيتهكم على توسل سيمون ليه ويفكره باللي عمله معاه زمان وانه كان بالنسبه له شيء هين بس بسببه دمر حياته. وجوردن هيسيبه في حيره علشان هيقول له انه لمس مراته او ممكن ما يكونش لمسها، بس بيقول له جوردن انه يروح يشوف الطفل ويحدد اذا كان ابنه ولا لا لما هيبص في عينيه، وبيسيبه في حيرته. وبكده بيكون عرف انه ينتقم منه زي ما عمل فيه ودمر حياته، وبيتفرج عليه بعد ما هجرته مراته واترفد من شغله. وبينتهي الفيلم على كده. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل اللايك وتشترك في القناه وتقول لنا رايك في تعليق. وسلام.